فيلمنا النهاردة بيبدأ ببنوتة كيوتة اسمها هيون قاعدة تكتب مذكراتها قبل النوم، وتاني يوم الصبح أول ما بتفتح عينها بتلاقي الدنيا مليانة ورق حواليها، وبتفكر نفسها عشان تبص على قائمة المهام، وبتفكر نفسها إنها بتعاني من فقدان ذاكرة بسبب حادثة أليمة، وكل يوم بتصحى ذاكرتها ممسوحة ومش فاكرة غير اللي حصل قبل الحادثة، إنما اللي بعد الحادثة ده بيتمسح بمجرد ما بتنام، ومحدش يعرف الموضوع ده خالص غير عيلتها وإدارة المدرسة والبيست فريند بتاعتها جيمين. وبعد ما بتقرا الكلمتين بتوع كل يوم بتنزل على تحت عشان تلحق اتوبيس المدرسه، وطبعا ما بتبقاش فاكره اي حد من الناس دي، وبتفضل واقفه في حالها، وبيبقى معاها طالب اسمه جي، هو كمان غريب الاطوار ومش مصاحب حد، بس زميله اللي قاعد جنبه بيتعرض للتنمر والاضطهاد، فبيروح يطلب من شلة المتنمرين انهم يسيبوه في حاله وكفايه شغل عيال بقى، بس هما بيحطوا له العقده في المنشار وبيقولوا له خلاص يا عم احنا هنبطل نضايقه لو رحت قلت لاكتر واحده متكبره في المدرسه انك معجب بيها وعايز تخرج معاها، فبيضطر يوافق على طلبهم وخلاص عشان يسيبوا سيك في حاله، وهي كده كده متكبره ومش هتوافق، وبيفضل مستني لحد ما بيشوفها قاعده لوحدها، وبيروح يقول لها انا معجب بيكي يا يون وعايزك تخرجي معايا، وقبل ما ترد عليه بيكون لافف ظهر عشان يمشي لانها كده كده مش هتوافق، بس بيتفاجئ انها وافقت بسهوله، وبتقوله دي حاجه تسعدني طبعا، يلا نخرج مع بعض في موعد بعد المدرسه، وبتسيبه وبتمشي وهو واقف مصدوم جدا، والشباب كلهم مصدومين من رد فعلها، وما كانش حد متوقع ابدا انها ممكن توافق، لدرجه انهم بيفضلوا يتفرجوا على الفيديو اللي صوروه كل شويه عشان يتاكدوا انها فعلا وافقت، وجاي ما بيبقاش عارف يركز في الحصه بسببهم، وبيفضل طول اليوم مشتت ومش عارف يعمل ايه، وبعد انتهاء اليوم الدراسي بيلاقيها هي اللي جايه له فصله، وبتاخد تليفونه عشان تديه رقمها، وبتسجله على تليفونها باسم جي، وبتكتب بين قوسين حبيبي لحسن يعني تنساه ولا حاجه، وهو قاعد مش مستوعب اللي بيحصل، وبيقول لها هو انا حبيبك بجد والله، فبتقول له ايوه طبعا، مش انت طلبت مني نخرج في ديت وانا وافقت تبقى حبيبة على طول، فبيضطر انه يعترف لها بكل حاجة قبل ما الامور تتطور اكتر من كده، وبيعرفها انه عمل كده عشان المتنمرين يسيبوا زميله في حاله، فبتقول له طيب كل ده كلام جميل جدا وانت صاحب جميل وزي الفل، هنخرج بقى ولا لا في الاخر يعني، فبيقول لها هو انا مش قصدي حاجة يعني، بس هو انت فعلا معجبة بيا، فبتقول له لا طبعا ولا عمري حتى هفكر بصلك، بس عايزة اجرب حاجة جديدة عشان حاسة بملل، وعندي 3 شروط عشان العلاقة دي تكمل، اول حاجة ان تواصلنا هيبقى محدود، والتاني مش هنتكلم ابدا قبل انتهاء اليوم الدراسي، وتالت حاجة اننا مش هنسمح لمشاعرنا انها تتطور لمشاعر حقيقية، وبتفضل طول الطريق تسأله عن اكله المفضل ورقمه المفضل ولونه المفضل، وبتكتب كل حاجة في النوتس عندها مع صورتين كده لإثبات، وجيل بيكون مكسوف يسألها انتي بتعملي ايه يا انسة، وبعد ما الانترفيو ده بيخلص بيروحوا ياخدوا الاتوبيس عشان يرجعوا للبيت، وبتخليه يقعد جنبها عادي، وساعتها بيتجرأ وبيسألها انتي بتكتبي كل المعلومات دي عني ليه، فبتقول له اصلك مختلف كده عن المألوف وانا حابة اعرف عنك كل حاجة، وتاني يوم بيروح جاي على المدرسة كالعادة، بس المرة دي بيلاقي مكتبه نظيف، فبيعرف ان العيال بطلوا يرخموا على سيك اخيرا، وحتى الواد بيبقى قاعد مبسوط انه قاعد في هدوء اخيرا، وبيجيله علبة عصير هدية على سبيل الامتنان لانه ساعده، وفي وقت الغدا بيبقى جاي رايح ياخد اكله، وبيشوف يون وهي ماشيه مع صاحبتها، بس ما بيرضاش ينادي عليها لانه بيفتكر القواعد الثلاثه، ده غير ان صاحبتها عماله تبص له بقرف من الصبح، وبتروح تقف زي الساحره الشريره قدامه وبتقول له بطل اللي انت بتعمله ده ومالكش دعوه بصاحبتي تاني، ولما شله المتنمرين بيشوفوهم واقفين مع بعض بيبقوا فاكرين انها رايحه تعترف له بحبها ولا حاجه، وهيبقوا مثلث حب، وبسبب كده بيرجعوا يضايقوا سيك من تاني لان جاي بوظ الاتفاق، وبعد انتهاء اليوم الدراسي بتروح يون تتعامل مع جاي بكل ود ولا كأنها كانت كرفاله طول النهار، وبتاخده على المول عشان يتفسحوا ويلعبوا مع بعض شوية، وكل يوم على ده الحال لحد ما مين بتقفشهم متلبسين وهم خارجين مع بعض، بس لما بتلاقي صاحبتها مبسوطة بتسكت وبتسيبهم يكملوا مع بعض، وفي يوم بيبقى جاي واقف يفرز الزبالة وبيلاقي وانج متحاصر من شوية عيال ونازلين في ضرب، والحقيقة انه ما بيبقاش عايز يتدخل بس بيضطر لكده لما بيهاجموه هو كمان، فبيقف يحدفهم بعلب اللبن، ومير بتكون واقفة فوق بتصور كل حاجة وبتنادي على المدرس، فبيطلعوا يجروا بسرعة وبيسيبوه، فبياخد هوانج على أوضة العلاج وبيقعد يعقم له جرحه، ويون ومير قاعدين معاهم، وهوانج ما بيصدق انه شايف من قريب كده لانه طول عمره بيراقبها من بعيد، وبيفضل متنح لها ومش راضي يلف براسه، ولما جين بيرجع للبيت بيلاقي ابوه قاعد حزين لان النهارده الذكرى السنويه لوفاه امه، والذكريات عامله عمايلها معاه، فبيقعد يتكلم معاه وبيقول له انا عارف انها وحشاك
وعلى فكرة هي وحشاني أنا كمان جدا، بس برضه مش عاجبني حالك كده، وعايزك تقوم تفتح الاستوديو بتاعك وتخرج مع أصحابك زي زمان. وتاني يوم في المدرسة بيلاقي هوانج ماشي وراه في كل مكان، فبيقول له هو في إيه يا ابني أنت؟ هو أنا خلفتك ونسيتك؟ ما تروح تقعد مع أصحابك. فبيقول له أصلك صعبت عليا وأنت وحيد وما عندكش أصحاب كده، فقلت أنولك شرف صداقتي. المهم أنت مرتبط بيوك فعلا ولا أي كلام؟ فبيسيبه وبيطلع بره وهو محرج جدا وبيستخبى في التلاجة. فبيعرف هوانج إنه أول مرة يرتبط في حياته ومكسوف يقول، وبيقول يديله شوية نصايح كده يمشي بيهم حاله. وجاي بيعمل نفسه مش عايز، بس لما بيقابل يون في المكتبة بيطلب منها إنها تخرج معاه في موعد غرامي يوم الأجازة، وهي بتوافق على طول. وفي اليوم الموعود بتلمس الحتة اللي على الحبل وبتروح تقابله، وهو بيكون جاي لها بالشورت كأنه رايح يصيف. يلا ملناش دعوة بحد، المهم إن هي مبسوطة. وبعد شوية كده بيديها أكل عامله ليها مخصوص وبيستناها تدوق وتقول له رأيها، فبتنبهر بالطعم جدا وبتقول له ايه الجمدان ده، اكيد امك هي اللي علمتك تطبخ حلو كده. فبيقول لها لا للاسف انا امي متوفيه من 5 سنين وعايش انا وابويا لوحدي. وبيفضلوا قاعدين مع بعض طول النهار، وبالليل وهم راجعين بتكون يون تعبت جدا وبتنام غصب عنها، ولما بتصحى بتبقى مخضوضه جدا وبتفضل تبص حواليها باستغراب وهي مش فاكره اي حاجه، وبتفضل تبص لجي برعب وبتقول له انت مين وعايز مني ايه. وبتنزل من الاتوبيس بسرعه وبتطلع تجري، فبينزل وراها بسرعه وبيقول لها مالك في ايه؟ فبتقول له مش عارفه انا فين وانت مين وجاي ورايا ليه؟ فبيقول لها احنا كنا في موعد النهارده مع بعض وانا اسمي جي، انت مش فاكراني ولا ايه؟ فبتقول له لا مش فاكراك بصراحه، وبتطلع تجري على الاتوبيس وهو بيحاول يجري وراها بس ما بيقدرش وقلبه بيوجعه جدا. وهي في السكه بتتصل بصاحبتها وبتقول لها انا صحيت فجاه لقيت نفسي في الاتوبيس مع واحد معرفوش وبيقول انه حبيبي. فبتقول لها ايوه فعلا هو مش بيكذب، وافتحي النوتس عندك هتلاقي كل حاجة مكتوبة من يوم ما اعترفلك بالإعجاب. فبتقعد تقلب في النوتس وهي بتفكر في الذكريات وبتفضل تعيط على اللي هي فيه. وبعد كده بتنزل تستناه في الشارع وبتقول أنا عندي خلل في الذاكرة اسمه فقدان الذاكرة التقدمي، يعني ببساطة كده أول ما بنام ذاكرتي طول اليوم بتتمحي تماما وبصحى مش فاكرة أي حاجة. وأنا آسفة إني ورطتك معايا الموضوع ده وكنت عايزة أجرب حاجة جديدة بالرغم من ظروفي دي. فبيقول لها لا عادي أنا ما عنديش مشكلة تستغليني، ولما ترجعي البيت النهارده ما تكتبيش اللي حصل وما تكتبيش انك قلتي لي على موضوع فقدان الذاكره ده، ولما تصحي الصبح مش هتفتكري انك قلتي لي اي حاجه، وانا كده كده مستمتع بوقتي معاكي ومش عايز حاجه تاثر على علاقتنا، وده طبعا لو مناسب معاكي اللي انا بقوله ده. ولما بيرجع البيت بيقعد يبحث عن فقدان الذاكره التقدمي عشان يفهم اكتر عن الحاله، وتاني يوم بيتعامل معاه كأن مفيش اي حاجه حصلت، وبيتفق مع صاحبتها انه مش عايزها تعرف ابدا انه عارف، وهي بتاكد عليه ان الموضوع ده لازم يفضل سر ما بينهم لانه لو اتكشف لباقي الطلاب هيبقى موضوع شديد الخطوره. هي كده كده مش هتفتكر اي حاجه، بس مش كل الناس كويسه وعندها اخلاق وممكن اي حد يأذيها وهو متاكد انها هتنسى. وبعد كام يوم كده بيبقى جاي خارج مع يون لوحدهم وبيتفاجئ ان مين جايه معاهم عافيه عشان صاحبتها، وهوانج بيترزق فيهم وبيروح معاهم عافيه عشان يشوف مين ويحاول يقرب منها. المهم ان يوم بتختار تروح جنينة الأسماك عشان تتفرج على البطاريق وكلهم بيروحوا معاها، وأكتر واحد بيبقى مسخسخ من الانبساط هو هوانج وبيكون مقرب يرمي نفسه في الترعة من كتر الانبساط عشان خارج مع مين، وهي بتتعامل معاه معاملة الأباجورة اللي لمبتها محروقة. بس في العموم يعني بينبسطوا مع كل أنواع السمك ما عدا البطاريق اللي هم جايين عشانها أصلا لأن النهاردة يوم الراحة بتاعهم. ولما جاي بيحس إن يون اتضايقت شوية بياخدها وبيروح على شط البحر عشان يرشوا على بعض مية هناك ويفكها شوية، وعلى آخر النهار بيروح كل واحد يلبس جزمته عشان يتكلوا على الله. بس يوم بتطلب معاها أسئلة وبتقعد تقوله انت بتربط جزمتك حلو كده ازاي، فبيقعد المسكين يعلمها ازاي تعمل فيونكة وبيقول لها لازم تربطيها كويس كده عشان ما تفكش، فبتقول له واو شكلها تحفة بس مش هعرف اعملها لانها صعبة. المهم يعني انهم بيتفقوا انهم يجوا هنا مرة تانية عشان المكان جميل جدا، وبتبقى يوم زعلانة ان اليوم خلص فبيوعدها جي انه هيخليها سعيدة كل يوم مش النهاردة وبس. ولما بترجع يون على البيت بتقعد تكتب يومياتها كالعادة، وطبعا ما بتنساش تكتب انه ربط لها الجزمة. وفي الوقت ده بيبقى هو كمان قاعد في البلكونة بيعيد اليوم في دماغه وعمال يضحك زي العبيط. وتاني يوم بتروح من تاخدها من البيت بطلب من جي وما بتبقاش عارفة ايه اللي بيحصل اصلا، وبيتفاجئوا هما الاتنين بجي وهوانج لابسين لبس بطريق ومستنيينهم في الشارع. ويون بتبقى مبسوطة جدا وبتفضل تصور فيديوهات وصور كتير عشان تفتكر اليوم ده، وهي بتكتب يومياتها كالعادة
وبتتمنى انها تفتكر اليوم الجميل ده، بس للاسف ذاكرتها مش بتساعدها. وفي يوم بيبقى جاي واخد اصحابه ورايح الاستوديو الازاز بتاع ابوه وبيقعدوا هناك، واول ما مين بتعرف ان ابوه يبقى سانج المصور المشهور بتطير من الفرحه، وبتفضل تملي هوانج وهو يقول له انه قدوتها وانها متابعاه على الانستجرام من زمان جدا ومبهوره بكل اعماله في التصوير، بس هي دلوقتي متوتره جدا وما عندهاش الجرأه تقول له كده بنفسها. ولما بتساله انت بطلت تنزل حاجه ليه، بيقول لها اصلي مشغول الايام دي. وبعد ما بيمشوا من الاستوديو بيرجع جاي على البيت وبيلاقي ابوه قاعد يشرب كالعاده، وبيقول له حبيبتك جميله جدا بس حاول ما تتاخرش بره كل يوم كده عشان صحتك. وتاني يوم في المدرسه بيبقى باين على مين انها حزينه جدا، وبتقول لجاي ان اهل يون اتصلوا بيها وبيشتكوا ان البنت بقت بتخاف تنام في الايام الاخيره دي وانها بتحرم نفسها من النوم بالقصد. فبيتضايق هو كمان جدا وبيقول لها ليه كده، ده انا بحاول اساعدها كل يوم على قد ما اقدر. فبتقول له ما هو ده بالظبط اللي مخليها مش عايزه تنام، لان كل ما الذكريات بتبقى حلوه بيبقى صعب نسيانها. ومع مرور الايام بتحاول يون تمنع نفسها بكل الطرق انها تنام، وبتفضل سهرانه بالايام عشان بس تفضل فاكره شويه من ذكرياتها مع جي. وعلى الناحيه التانيه بيبقى هو شغل الشاغل انه يفهم ازاي الذاكره بتشتغل وازاي يقدر يثبت الذكريات بطريقه سهله، وفعلا بيحاول بكل الطرق انه يساعدها ويخليها مرتاحه. وقبل اجازه الصيف ما تبدا بيديها هديه كان عاملها لها مخصوص باتزاز، وبيتفاجئ ان هي كمان عامله له نفس الهديه بالظبط. المهم انه بيقعد يتكلم معاها عن حاجه اسمها ذاكره الجسد، يعني مثلا لو عملت حادثه وفقدت الذاكره مش هتنسى هي كانت بتركب العجله ازاي، وده اللي هو بيحاول يخليها تتدرب عليه. وعامه يعني هي كمان مش بتستسلم وبتحاول بكل الطرق انها تدرب ذاكرتها على تذكر الاشياء بطرق مختلفه. وفي يوم مهرجان الالعاب الناريه بتروح تقابل اصحابها هناك وبيروحوا يشتروا اكل عشان يقعدوا مع بعض شويه قبل بدايه المهرجان. بس مين بتتصرف بطريقه غريبه النهارده وبتشد هوانج عشان يروحوا يجيبوا ايس كريم مع بعض. ولما جيب بيلاقي الموضوع كده بيقول ليون تعالي نشوف السفينه اللي هناك دي، وبياخدها وبيمشي الناحيه التانيه عشان يسيب لهم مساحتهم وهو كمان بالمره ياخد فرصته. ولما بتبدا الالعاب الناريه تظهر في السماء بتبقى يون واقفه مبهوره وبتتمنى انها ما تنساش الذكرى دي. فبيقول لها جي ما تخافيش مش هتنسي، انا متاكد ان مفيش ذكرى بتختفي بشكل نهائي، واكيد لما تحتاجي تفتكريها هتلاقيها قدامك على طول. ومع مرور الايام بتصحى يون على ميعاد المدرسه وهي مش فاكره حاجه كالعاده، ومفيش غير الملاحظات اللي كاتباها في كل مكان هي اللي بترشدها. ولما بتوصل المدرسه بتقضي وقتها كله مع صاحبتها مين لانها ببساطه مش فاكره حد غيرها. وبعد شويه بيجي هوانج يتمشى معاهم لحد بره، ويون بتقول لهم عايزين نبقى نخرج مع بعض كده شويه، انا فاكره لما رحنا احنا الثلاثه جنينه الاسماك ومهرجان الالعاب الناريه كانت خروجه جامده جدا. ومع مرور الايام بشكل سريع بتيجي السنه الاخيره من الدراسه وبتبقى يون زعلانه عشان هتتفرق هي وصاحبتها الوحيده لما تسيبها وتدخل الجامعه، فبتقترح عليها انها تقدم في الجامعه هي كمان، ومش شرط يعني تدخل حاجه علميه بتحتاج لحفظ، ممكن تدخل كليه الفنون مثلا وهي شاطره جدا في الرسم. فبتقول لها والله دي فكره تحفه، ده انا حتى كنت برسم كتير في الايام اللي فاتت وعايزه افرجك على رسمي. وبتفضل تقلب في الدفتر لحد ما بتظهر قدامها صوره كانت رسمها لجي، وبتسال ميك اذا كانت تعرف الشخص ده ولا لا، وبتبقى مستغربه انها رسماه كتير جدا وهي ما تعرفش ده مين اصلا. وميك بتكون قاعده مصدومه ومش قادره تنطق ولا ترد عليها، ويون عماله تتسائل هو مين ده، وبتقول لها انا حاسه ان شكله مألوف جدا بس مش عارفه افتكره. وفي اللحظه دي مين بترجع بالذاكره لورا وبتفتكر جي يوم قال لها انه بيعاني من ضعف في القلب من لحظه ولادته وبيعمل فحوصات دوريه باستمرار، والسبب مش مفهوم، حالته بتتدهور بشكل كبير في الفتره الاخيره وممكن يموت في اي لحظه. وعشان كده بيطلب منها تخلي بالها من يوم بالنيابه عنه لانه واخد عهد على نفسه انه يخليها سعيده على طول. وبعد كام يوم بيتوفى جي وبيسيب في حياه يون فراغ كبير جدا، وبتفضل تعيط عليه للنهار لحد ما بيجيلها اكتئاب. فبتروح من تحذفه من المذكرات بتاعتها ومن كل ذكرياتها بناء على طلبه، وكأنه كان شبح واتبخر من كل الذكريات، بس ما كانتش تعرف انها رسماه في الدفتر. وبتفضل من تواجه كل الاحزان لوحدها وبتبين قدام صاحبتها انها مبسوطه ومفيش اي حاجه. وحتى اهل يون بيحاولوا يلمحوا كده من بعيد لبعيد وبيسالوها اذا كانت بتسهر او بتعاني من اي ارق، فبتقول لهم لا انا زي الفل ونمت بسرعه امبارح. ولما بيروحوا للدكتوره بتطمنهم وبتقول لهم ان المؤشرات كويسه جدا وفي تحسن ملحوظ في الحاله، وبتطلب من يون انها لما تفتكر اي حاجه حتى لو كانت صغيره لازم تركز فيها جدا وتحاول تفتكر الذكرى كلها. واول ما بتخرج من المستشفى بتتصل بمين على طول عشان تفرحها معاها
عليها وبتقولها ان ذاكرتها ما بقتش بتتمسح بشكل كامل وبتقدر تفتكر حاجات قليلة، بس دايما عندها احساس انها ناسية حاجة مهمة جدا، وفي اللحظة دي بتترعب من لحسن تفتكر جاي وترجع لنفس الدوامة من تاني. ولما بتدخل اوضتها بتلاقيها حاطة صوره في كل مكان عشان تفتكر هو مين وليه كانت بترسمه كتير جدا كده، وبتفضل من ماسكة نفسها لحد ما بترجع البيت، وبعد كده بتنهار من العياط. وتاني يوم بتاخد الصندوق اللي كانت شايله فيه كل حاجه وبتديها لها وهي حزينه جدا وعماله تعيط وتعتذر، ويوم ما بتبقاش فاهمه ايه اللي بيحصل لحد ما بتقرا المذكرات وبتتفرج على الفيديوهات القديمه، وساعتها الذكريات بتهجم عليها بشكل مفاجئ وبتفتكر اللي كان بينهم دفعه واحده. وتاني يوم بتروح لاجوه الاستوديو وبتفضل تعيط وتقول له انا ما كنتش فاكراه، فبيقول لها كل الذكريات يا بنتي بتتنسي مع مرور الوقت، انما اللي في القلب عمره ما بيتنسي ابدا، وابني جاي كان بيحبك جدا واستمتع معاكي بكل وقته. فبتروح لكل الاماكن اللي راحوها مع بعض، بس المره دي بتبقى لوحدها وبتحاول تتخيله قدامها عشان تقدر تفتكره بالتدريج، وبتاخد عهد على نفسها انها تفتكره كل يوم حتى لو كان اختفى من الدنيا وما بقاش موجود. وبيخلص فيلمنا على كده، ويا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو أول مرة تشوفونا عشان يوصلكم منا كل جديد. أشوفكم الفيلم الجاي، سلام.